عبد الله. نعم ماما. وانا بكل بيت عربي في شغلات لازم تكون موجوده، زي الليمون اللي على باب الثلاجه، الصينيه اللي ورا المجلة، او علبه الحليب الفاضي بالثلاجه. بس في اشياء مستفزه اكثر. كلمه هيك. يابا انا طالع مع اصحابي. لا. ليش لا؟ هيك. ماما عاد تمنين منسف بكره؟ لا. ليش لا؟ هيك. بس اوعى تجرب تفكر تحكي لاهلك هيك. ليش ما بتدرس؟ هيك. حاضر هلا بدرس. لساتني اليوم حاس فيه. بالبيت العربي لازم تصحى على 3 أصوات، صوت المكنسة، أبوك معلي صوت التلفزيون ل1000، أو وإذا ما صحيت على هاي الأصوات احتمالين، يا كل أهلك انخطفوا أو أنت انخطفت. كمان ليش كل أب بصحى هيك؟ بابا وليش كل ام تصحى هيك؟ ماما ايش في؟ ايش؟ ما في اشي، ما في اشي. ايش في؟ والله ما في اشي. ماما عاد اخذ سيارتك. لا. ليش؟ هيك. ليش ما بتدرس؟ هيك. مين؟ شو بتعمل؟ يا شو بيعمل واحد بالحمام يعني؟ جاوب. بشخ. زلمة عيب عليك تحكي حكي مع ابوك هيك. المهم وين الريموت؟ يا شو بعرفني وين الريموت انا؟ بسرعة دور لي عليه. طب بصير اخلص اول؟ يلا استعجل. حاضر هلا بشوف اسرع. وطوا الصوت. يا زلمه يا زلمه. بابا ليش وطيت الصوت؟ لانه الصوت عالي وانت نايم. طيب شو يعني نايم؟ بسمع. طب ما سمعتني وانا بنادي عليك؟ هات الريموت، روح ادرس. هلا كلنا بنحب امنا وابونا، بمزح، بس احيانا بيكون عليهم حركات. ليش بتحس امك بتكنس هيك؟ احلى اشي كنا اذا زعلنا من اهلنا نقرر نترك البيت. كفو.